يلا بينا نجهز مع بعض وانا بقول لك انا بعمل انفستمنت قد ايه تقريبا كل شهر في الشركه بتاعتي. انت لو ما تعرفينيش انا عندي شركه تسويق بالامارات وعندي كمان اكاديميه تسويق، وانا حاليا مقيمه في كندا علشان الكورس بتاعه التسويق بتاعتي انا بحاول ان انا بجيب لها اكريديتيشن من هنا. الحاجه اللي بتخليني اعمل الفيديو دوت ان انا عارفه ان الكلام عامه عن الفلوس بتبقى حاجه very uncomfortable، ومعظم الناس على السوشيال ميديا بتقعد تقول لك انا دفعت مش عارفه مبلغ بسيط جدا ودوت دخل لي ملايين ملايين ملايين، وده في الحقيقه ما بيكونش هو ده اللي بيحصل. عامه في البيزنس انت بتصرفي اللي انت بتصرفيه هو mainly يعني على قد ما بتصرفي على قد ما بيخش لك. انت محتاجه تعرفي تصرفي ايه امتى بالشكل الصح. انا عندي الاكسبنسز اللي هي الطبيعيه بتاعه الدي تو دي، زي مثلا الويب سايت بتاعي بيكلفني تقريبا حوالي $1000. زوم انا بدفع له تقريبا on average $250 في السنه. نوشن برضو بدفع له on average حوالي $1000 في السنه. جوجل بدفع له $1700 تقريبا في السنة. في بقى expenses تعتبر صغيرة بس برضو مهمة جدا. الدومين مثلا بتاعي أنا عندي 4 دومينز، بدفع on average حوالي $100 في السنة على الدومينز بتاعتنا. بدفع على تول اسمها ManyChat حوالي $50 في الشهر، وديت ميني الاكسبنسز بتاعت بس الادوات اللي احنا بنستخدمها. طبعا انا في بقى حاجات ليا انا كساره لازم انا از بزنس اونر اول حاجه بشتغل مع كوتشز، فمعظم الوقت مثلا في الحسابات بجيب كونسلتنتس يبصوا على حسابات الشركه ويشوفوا احنا ايه الحاجات اللي ممكن نحسنها من ناحيه الحسابات، ايه الحاجات اللي ممكن نظبطها مثلا عشان الضرايب، اللي هو مثلا حاجات ممكن تتكتب بشكل معين او تتعمل بشكل معين فبتقلل من عليكي الضرايب بتاعت الشركه بتاعتك. انا كساره في شركه اكشلي بتعمل لي اعلانات علشان انا متخصصه بس في الكونتنت، فانا جايبه شركه تعمل لي الادز بتاعتي عشان احنا دلوقتي في مرحله اكسبانشن، فبجيب شركه بدل ما انا اعملها بنفسي عشان انا بصراحه ما عنديش وقت. بشتغل مع كوتشز فبجيب ناس كبيره اكبر مني in terms of البيزنس بتاعهم اكبر مني واكبر مني كمان سنا، وباخد كده منهم رايهم. معظم الوقت في ناس بختلف معاها في ناس بتفق معاها، بس on average مثلا الكوتشز اللي بشتغل معاهم بياخدوا حوالي $200 في الساعه، فممكن اقعد معاهم سيشن اقول لهم انا عندي كذا 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 اللي بيحصل حاليا، رايك ايه او رايك ايه في اللي انا بعمله وليه انتوا مقتنعين بالراي ده، وبتناقش معاهم. فبيزيكلي بتدفعي الاكسبيرينس بتاعت شخص اكبر منك عمل الحاجه اللي انت عملتيها اوريدي بشكل موجود وماشي في السوق، فبتاخدي رايهم عشان تشوفي إيه انت تقدري تعملي زيهم، ايه اللي هو افكارهم and so on. ساعات بكون شغاله على البروجكتس ديت بتكون ليها هدف معين غير ان هو يجيب لنا سيلز، فما بحسبش الROI بتاعها دايركتلي ليها دعوه بالسيلز، تبقى حاجات مثلا ليها كاستمر لويالتي حاجات كده. الحاجات ديت بحسبها مينلي ان انا بشوف مثلا اللايف تايم فاليو بتاعت الكاستمر بتاعنا بتعلى ولا لا and so on. اكبر اكسبنسز عندي هم الانفستمنتس. هو اللي مش راضي يجيب لنا الانفستمنتس اللي انا بعملها فيا انا كساره. الكورسز اللي انا باخدها، انا يعني ريسنتلي بتكلم مع لندن بزنس سكول في كورس عاجبني اي في استراتيجي عايزه اخده، بس هم محتاجين حد عنده 8 سنين خبره عشان ياخد الكورس مش 5 زيي، فانا بحاول اقنعهم بنيجوشيت معاهم ان هم يدخلوني في البروجرام ده عشان انا شايفه ان هو هيساعدني قوي in terms of strategically growing الشركه بتاعتي. انا ليه بعمل الفيديو دوت وليه بشرح لك الكلام ده كله؟ عشان ناس كتيره جدا بتتخيل ان انت مش بتحتاجي تصرفي على البيزنس علشان البيزنس ينجح. انت ممكن تبتدي البيزنس بتاعك ببادجت صغيره، بس انت لازم كل مليم يخش في الشركه بتاعتك يرجع تاني ويتصرف على الشركه بتاعتك لو انت عايزه ان انت الشركه بتاعتك تكبر. في ناس بتعمل البيزنسز بتاعتها بس عشان تبيعها. انا personally اعرف حد هو كل شويه بيفتح بيزنس بيكبروا ما بياخدش منه مرتب، يعني فسفوسه ما بياخدش اي حاجه خالص في البيزنس. بعد 5-6 سنين بيبيع البيزنس بكام مليون ويكمل في البيزنس اللي بعده. بس بيعمل ايه؟ بيعمل initial investment وبعد كده اي فلوس تانية بتخش له من البيزنس بيبتدي ان هو يصرفها تاني على البيزنس. انا بيجي عليا سنين عامه ما بدفعش ضرائب خالص عشان من كتر ما انا بكون اي فلوس بتخش لنا مفيش اصلا بروفيت داخل البيزنس، الفلوس كلها جايه انا مرجعاها تاني للبيزنس عشان انا الجول بتاعي تو اكسباند على قد ما اقدر قبل ما اتم 30 سنه. انا دلوقتي عندي 27 سنه،
فالاحلام بتاعت ان انا هبقى جازليونيرا وهعمل مش عارفه ايه وهشتري جزيره في مش عارف فين اتس دوبل. بس انا رايي ان انت لما تكبري البيزنس بتاعك تكبري الاكويتي بتاعتك. ولما بيحصل عامه ان انا كساره بيجي لي بروفيت انا مش باخده ليا، اللي انا بعمله ان انا بحطه في ستوكس عشان يبقى عندي سورس اوف انكم تاني ان شاء الله لما ارتاح على المعاش. معظم الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا اللي بيقعدوا يقولوا لك انت بتعملي مش عارفه اول كام مليون في كام سنه، يس انت ممكن تعملي كده، بس هو كام مليون دول مش هيخشوا جيبك. وعلشان كده على ارض الواقع معظم الناس اللي بتعمل بيزنسز ناجحه جدا بيبقوا ناس اوريدي معاهم فلوس من اهلهم، واهلهم بيدوهم فلوس علشان هم عندهم الرفاهيه ان هم مش محتاجين ان هم ياخدوا مرتب من البيزنس ويكبروا البيزنس بتاعهم براحتهم من الفلوس اللي بتيجي من البيزنس. عندهم الفاسيلتيز ان هم يعملوا حاجه زي كده. فانت لما تيجي تعملي البيزنس بتاعك، ولما تيجي تبصي على مصاريف البيزنس بتاعك، ولما تيجي تبصي على اي حد اونلاين بيتكلم ان هو عمل اكس واي زد في البيزنس بتاعه، هما مش ممكن يكونوا بيكذبوا، بس هما definitely الفلوس دي هما مش بياخدوها ليهم يروحوا بيها البهامز. يعني هي الفلوس دي هما بيستخدموها and they reinvested في البيزنس، فالفلوس دي كأنها مش موجودة at this point. دوت مش معناه ان انت لو مش معاكي فلوس او انت لو ما عندكيش رفاهيه مثلا ان انت ما تقبضيش من البيزنس بتاعك ان انت كده البيزنس بتاعك مش هينجح. بس انا بتكلم على الناس اللي بتكبر في خلال حرفيا يعني سنه سنتين تلاقيهم مكسرين الدنيا ومأكلين الدنيا ومحدش عارف هم ازاي وصلوا لكده. هي دي الطريقه ان هم وصلوا بيها، ان هم كل ما بيخش لهم يعني اي حاجه في البيزنس بتاعهم they reinvested في البيزنس بتاعهم. هي دي الفاينل لوك. قولي لي لو انت عندك اي financial questions على البيزنس بتاعك، حطيها في الكومنتس وانا هبقى ارد عليكي.